هيك طبقنا بيكون صار جاهز. عن جد ما كيف بدي اوصف لكم الريحة بتجنن. حبايب قلبي شو اخباركم؟ طبختنا اليوم هي رز كباب هندي. عندي قدر. هلا حبايبي مثل ما انتم شايفين رح نقطع البصل جوانح رقيقة. وهلا حبايبي ضل عندي البندورة. رح نجيب البراشة، رح اقشر البندورات تمام، برش على هذا الوش. مثل ما قلت لكم انه في ناس تفرمها فرم، بس انا مشان تربط اكثر وتتعقد يعني كله يصير متجانس مع بعضه، بحب انه بفضل على طريقة ماما بنسويها شو برش. البندورة لازم تكون مستوية للطبخ. مو اسف هاي تكون تمام. هلا حبايب قلبي البندورة عنا صارت مبروشة وجاهزة. فرمنا البقدونس، فرمنا عنا بصل ناعم، وهلا رح نتبل لحمتنا. هلا حبايبي رح نتبل اللحمة، رح نضيف عليها البصل، نضيف كمان عليها بقدونس، رشة من الشطة الحمراء، بهارات مشكلة كمان رشة، هنملح كمان شوي، زنجبيل، ورشة فلفل أسود تمام، ورشة هيل مع حق. هلا حبايبي رح ادعك اللحمة مع البهارات. هلا حبايبي رح نشكل اللحمة بشكل دائري. هلا حبايب قلبي صارت معنا كباب اللحمة جاهزة. هلا رح نسوي البندورة. هلا حبايبي رح نضيف البصل تمام، رح نضيف عليها ملعقة سمنة تمام، رح نضيف كمان زيت، رح رش عليها رشة ملح حبايب قلبي، ورشة صغيرة فلفل أسود. كمان للحمة حبايبي رح نحط سمنة. هلا هون عم دبل البصلات حبايب قلبي، ما رح ضيف البندورة لحتى تنبل عند البصل. قطع اللحمة ونقليها شوي. شوفولي حبايب قلبي كيف تقلت البصلة ولسه بدها كمان. شوفولي حبايب قلبي اللحمة كيف عم تتقلى. هلا بدنا نقلبها على الوشين. هلا حبايبي رح احط على البصلة نص ملعقة شطة حمراء، لا بطرف الملعقة يعني نص ملعقة هالقد حسب الكمية. وكمان دبس بندورة رح نحط شي تقريبا ملعقة كرمال تربط تمام. رح نحطهم هيك مع البصل هلتق. وهلا هون حبايبي تقلت معنا اللحمة وصارت معنا البصل. رح نكت البندورة على البصلة. هلا رح نضيف البندورة. هلا حبايب قلبي رح نطبخ الصلصة لحال، رح نصيرها لحالها، واللحمة قليناها لحال. هلا بس نصير رح نكتهم فوق بعض ورح اشويهم شوي بالفرن من فوق ومن تحت. حبايبي بعد ما صارت الصلصة عنا رح نسكبها فوق. حبايبي سكبناهم فوق بعضهم ورح نحطهم بالفرن نشويهم من فوق ومن تحت. اكيد رح نطبخ بجنبها رز.